قصة ستيريو بدأت ازاي؟ انت دورك كمطعم ان انت تخليه يجي لك مره واثنين وثلاثه. اخر الكومنتس باين فيها الحب، يعني فعلا انا بشوف في الجست وهو بيتكلم عن ستيريو ان في حب للستيريو يعني. بيحس في الاخر خالص ان هو صاحب المكان، مش شغال فيه، ودي مهمه جدا. اي اتنين شباب النهارده قاعدين على القهوة يقول لك تعالى نفتح مطعم. مطعم يا جماعة مش سهلة كده. معايا حد النهارده من الناس التقال قوي في مجال المطاعم. حد موجود في السوق بقاله اكتر من 13 سنة او 14 سنة. الفروع ما شاء الله موجودة في كل حتة، واللي بيروح مرة ما بيقطعش رجله تاني. معايا استاذ طارق جلال، صاحب مطاعم ستيريو. ايه الاخبار؟ عامل ايه؟ الحمد لله تمام. الحمد لله، منور الدنيا. منوره بحضرتك. مطعم ستيريو ما شاء الله عليه، عامل شغل كويس قوي. اللي بيروح فعلا مره لازم يروح تاني وتالت ورابع وخلاص يبقى زبون دائم في المكان. انا عارف ان المحل فاتح من 2011، وسلسله فروع بدات من طنطا. النهارده مغطيين طنطا ومحافظات كتير والقاهره والجيزه، وفي حاجات جايه ان شاء الله. فكلمنا عن المشوار ده، يعني بداية مطعم ستيريو بدأ منين. أنا المقدمة كنت بتكلم على أي اتنين على القهوة بيتكلموا في مشروع، فراحوا إيه قالوا نفتح مشروع مطعم. فهل ده صح؟ هل هم اتنين على القهوة يعرف يفتحوا مشروع أصلا مطعم ولا؟ طبيعي ان هم عادي، احنا بدانا كده، بدانا ان احنا فعلا كنا مجموعه اصحاب بدانا مع بعض. على القهوه، يعني بدانا من على القهوه، فكرنا والحمد لله ربنا كرمنا ان احنا عرفنا ننفذ الفكره بتاعتنا. وطبعا كان كرم ربنا كبير في الموضوع، يعني احنا في الاخر خالص انت دايما في اول مشروع بتجتهد، وبيبقى في حاجات كتير انت مش عامل حسابك فيها، ففي الاخر خالص لا ينفع من على القهوه. طيب، قصة ستيريو بدأت إزاي؟ يعني جت الفكرة منين والتسلسل بتاع الافتتاحات، وإيه المصاعب اللي قابلتكم؟ يعني لو تنجز لنا الموضوع ده كده في دقيقتين تلاتة. طيب بص يا سيدي، احنا بدانا في 2011. كنا من طنطا، احنا مجموعه اصحاب مع بعض. بدات الفكره ان هو حد اقترح الفكره، بدانا نشوف احسن اليات ممكن نعمل بيها الموضوع دوت. طبعا بيبقى فيه اليات لاي نجاح اي مكان، ان انت بتختار اولا فكره تبقى مميزه في المكان اللي انت موجود فيه، تبقى لسه جديده على الناس بشكل عام. وفي نفس الوقت برضه بتحاول ان انت توصل لاحسن المعايير، ان انت توصل ان انت تخلي عندك كواليتي كويس، تخلي عندك الجست اللي بيخش لك بيحس ان المكان مختلف عن اي الاماكن اللي كانت موجوده. انا بكلمك طبعا عن الفتره الاولانيه بتاعت طنطا. في الاخر خالص بيبقى فيه من عند ربنا سبحانه وتعالى كرم. هو ده اللي بيخليك تجتهد، هي الفكره ان ربنا بيفتح لك الطريق. الفكره انت بعد كده هتستغل الموضوع ده ولا مش هتستغله. طيب، طبعا يعني طنطا غنية عن التعريف دلوقتي في المطاعم، يعني اسامي كبيره جدا طالعه من اه الحمد طنطا. لله. يعني انا اول مره رحت طنطا عشان ازور مطاعم هناك، فوجئت ان اسامي كبيره جدا في السوق هي كلها من طنطا. اللي هو طنطا يعني واكله البلد في الاكل، ما شاء شطار الله شطار في عليكم يعني. المطاعم شويه. اه. ما شاء الله عليكم يعني. طيب، عايزين نسال ايه اللي ينجح اي مطعم؟ اللي ينجح اي مطعم بعد طبعا توفيق ربنا ان انت في الاول خالص بتجتهد ان انت تعرف توصل لفكره كويسه، بتنقي عليها مكان كويس، بتبدا تشوف احسن الحاجات اللي ممكن تقدمها للجست. في الاخر خالص انت مش هينفع الجست، هو الجست هيجي لك مره، تمام. انت دورك كمطعم ان انت تخليه يجي لك مره واثنين وثلاثه، ده بيبقى ليه اليات معينه. يبقى ليه ان انت لازم يبقى الكواليتي عندك كويس، يبقى السعر عندك كويس، يبقى السيرفيس عندك كويس، يبقى هو في الاخر خالص هو ساب المكان وانا هرجع تاني المكان دوت. تمام. دي بتحتاج ان انت من اول حاجه هي قصه ان هو عشان الايتم ينزل للجست كويس، ده بيلف مراحل كتير جدا من اول ما بتشتري اصلا الخامات اللي هتشتغل بيها. تمام. بتنقي احسن مورد. دايما يعني نصيحه لاي حد ما يقللش او يستخسر في الخامات، لان في الاخر خالص زي ما قلت لحضرتك هو الجست ما بيضحكش عليه، هو لو ما عجبوش مش هيجي لك تاني. في الاخر انت مش بتقدم حاجه استهلاكيه، هو مضطر يجي لك، هو مش مضطر يجي لك، انت ترفيهي. فهو لو انت ما عجبتوش هو مش هيجي لك. لا، بس انتوا ما شاء الله عليكم مقدمين يعني للجست كل حاجه اي مطعم يقدر يقدمها للجست بتاعه. اتموسفير حلو، الحمد لله. تيست حلو جدا، كيدز اريا. يعني طبعا الناس اللي عندها اه اطفال، ايوه. يعني هم بيجوا عندكم، يعني مش عايز اقلل من الاكل بس هم بيجوا بسبب الكيدز اريا يعني. الستاف عندكم ما شاء الله يعني ناس محترمه قوي. يعني الواحد بيحس بارتياح وهو قاعد وهو معاه اسرته وكده، بيحس انه ارتياح ما هو قاعد عندكم. يعني انا عارف ان في شويه معايير بتنقوا على اساسها الناس اللي بتشتغل عندكم يعني.
احنا لما بدأنا في ستيريو الحمد لله، احنا في الاخر خالص من ضمن عوامل نجاح اي مشروع ان انت بتنقي الاستاف كويس، سواء شيفات او الموجودين بره في الصاله. في الاخر خالص بتنقي الناس ديت وبتبدا تزرع فيهم ان هم مش شغالين في المكان، هو المكان بتاعهم. دي نقطه مهمه جدا. احنا معظم الناس اللي بدانا بيهم من اول فرع في طنطا من 2011 هم كلهم دلوقتي مديرين، سواء ويترز او كباتن كانوا موجودين عندنا. ده بوزيشنات موجود عندنا ده بيبقى بوزيشن موجود عندنا طبعا في التشغيل يعني. هم دلوقتي كلهم مديرين فروع. هو في الاخر خالص هو اتربى في المكان، في مدرسه المكان، وكبر في المكان وخلاص. هو اكتر واحد ممكن يدي للمكان او بيحس في الاخر خالص ان هو صاحب المكان، مش شغال فيه. ودي مهمه جدا. انت تزرع كده في الموظفين الموجودين بشكل عام. باختصار كده ايه اللي بيميز ستيريو؟ البورشن كبير. يعني البورشن عندنا الحمد لله. يعني أنا بشوف جاست كتير ما يقدرش يخلصوا. الحمد لله الاسعار عندنا يعني في المتناول. الكواليتي عندنا الحمد لله في ثبات، ودي اهم حاجه. فكره ان انت كجست تبقى مثلا، الحمد لله في ناس عندنا جست من 14 سنه من اول ما فتحنا هو بياخد نفس المستوى. ممكن طبعا كل فتره طويله يحصل لخبطه او ممكن يحصل حاجه زي كده، وده طبيعي يعني، ده ده وارد طبيعي ان هو طبعا. يحصل. بس الحمد لله في على المستوى العام، لا الحمد لله في ثبات في الكواليتي، وده حاجه مهمه جدا. ودي حاجه الجست بتفرق معاه كتير. بمناسبة اللخبطة، لو حصل موقف مع جست ايه الحلول اللي انتوا تقدموها للناس يعني؟ كل الحلول. يعني في الاخر خالص انا المهم بالنسبه لي الجست يمشي من المكان مبسوط. دي اهم حاجه. انا هخسر كام او هكلف المكان كام، دي مش تفرق خالص. يعني احنا عندنا حتى اي كومنت بيطلع من اي جست ده مهم بالنسبه لي جدا. لان في الاخر خالص هو الاساس، هو الجست ده الاساس بتاع المكان. فانا لو ما احترمتوش فهو خلاص. بنميز ستيريو ان احنا بنحترم الجست فعلا. مش بقول لك كلام ماركت اكتر ما انا بقول لك كلام ده حقيقي، ده بيحصل. هو ده بيبقى واضح دايما اونلاين. انا بشوف الناس وهم بيتكلموا عن ستيريو، يعني البيجز او الجروبس اللي هي بتاعه الاكل، لما الواحد يفكر يشوف ممكن يروح فين او بتاع، فتلاقي حد بيدخل يسأل مثلا عايز مطعم يا جماعه في التجمع، تلاقي الناس اجماع غريب على ستيريو. يعني هو فبيبان، سيبك من عدد الناس او مش عارف ايه، هو في الاخر الكومنتس باين فيها الحب. يعني فعلا انا بشوف في الجست وهو بيتكلم عن ستيريو ان في حب للستيريو يعني. لان احنا بنحب الجست بجد. والله فعلا دي حقيقه. يعني احنا فعلا بنحب الجست، احنا بنحب الجست اللي موجود لازم يبقى مبسوط. زي ما قلت لك في الاول، هي انا في الاخر خالص انا ترفيهي مش استهلاكي. هو لو ما انبسطش مش هيجي لي. والجست مش بيضحك عليه، ولو ضحكت عليه مره مش هيجي لك تاني. بما ان انتوا ما شاء الله دلوقتي 8 فروع، تدي نصيحة ايه للي فتح فرع وخلاص الدنيا مشيت معاه وتمام وبيفكر يفتح الفرع التاني؟ يفتح في الفرع التاني ازاي وامتى يفكر في ده يعني؟ يفكر في ده لما يحس ان هو خلاص بقى الفرع بتاعه ستيبل. يفكر فيه لما يبقى واصل لمرحله من التشغيل معينه، وعنده الامكانيات اللي تخليه يبقى متاكد، طبعا بعد توفيق ربنا، ان هو يبقى الفرع التاني بتاعه احسن من الاولاني. لان دي نقطه مهمه جدا. لان لا قدر الله هو لو حصل له اي دروب في الفرع التاني فهو هيأثر له على الاولاني. فلازم يبقى عنده ان هو فاهم كويس ان هو داخل على فرعين غير فرع. والفرع التاني دايما من اصعب الفروع. لان انت بتبدا تشتغل على مجموعه اكبر. بتبدا لو بتماركت مثلا لفرع فانت بتماركت لفرعين. الستاف اللي عندك غصب عنك انت بتوزع الكوادر على الفرعين. فطبعا بتبقى ليها مسؤوليه كبيره، فلازم يبقى متاكد من كل الكلام ده. مطاعم كتير فتحت كانت حلوة وزي الفل، وفجأة من اللي هي اختفوا من السوق. قول لنا كده ايه العوامل اللي تخلي المطعم يستمر؟ لازم يحافظ على الجوده بتاعته. دي اول حاجه، دي رقم واحد. لازم يحافظ على الجوده بتاعته. لازم في لازم في اي ازمه بتحصل له ما يقربش ناحيه الكواليتي خالص. يعني مكان، يعني جزئيه الكواليتي دي بالذات ما ينفعش يلعب فيها خالص. سواء بقى طبعا توريد او في كل الخامات، ده لازم يحصل يعني. الحاجه التانيه لازم يطور من نفسه. هو ما طورش من نفسه هيفضل ثابت زي ما هو، واللي حواليه بيطوروا من نفسهم. فطبيعي ان هو مع الوقت هتبدا حجم المنافسه بتاعته مع الناس بتقل. خلاص هي الكفه بتروح للي بيطور. الكفه بيروح لازم تخش المكان تحس باي اختلاف فيه. ده طبيعي. انا لكن رقم واحد الكواليتي. أنا دايما عندي رأي في السوق المصري يعني، ان هو سوق حلو جدا وسوق قوي والترندات، بس الترندات بتاعته سريعة قوي. يعني الترند بتاعه ده ما حقيقي. بيقعدش كتير. ده حقيقي. فاذا انت مش دايما مواكب طبعا. وبتقدم جديد وبتحسن وبتطور،
ممكن تلاقي نفسك فجأة كده بقيت في ديل السوق يعني زي ما بيقولوا. وده بيحصل فعلا، ده حقيقي. وأسامي كبيرة إحنا عدت علينا وراحت يعني. ربنا يحسن للجميع ولازم اي حد في الشغل. السوق بيبص دايما على النماذج السلبيه والايجابيه. الايجابيه بياخد منها الحاجات الكويسه، السلبيه بيبدا يتلافى الحاجات السلبيات اللي هي حصلت معاهم كده، لان هي زي ما حضرتك بتتكلم هي براندات كبيره. وفي الاخر خالص بتلاقي ان الموضوع بيبدا ينزل 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 لغايه ما ينتهي من السوق. فطبيعي ان انت بتشوف ايه العوامل اللي حصلت معاه كده، خصوصا دايما بيبقى في المجال، في اي مجال بيبقى الموضوع شويه قريب من بعض، او بتعرف يعني ايه الاسباب الاساسيه تبدا تتلافاها عندك، ودي نقطه مهمه جدا. كل ما أسألك على حاجة تقول لنا الجودة. اشرح لنا كده إيه موضوع الجودة ده. الجوده بتبدا من الماتيريال اللي بتجيبها، مع الكواليتي اللي بيطلع، او من الجوده اللي بتطلع للجست، مع المكان نفسه الاتموسفير بتاعه عامل ازاي، المزيكا اللي بيسمعها الجست هو بيتعشى او بيتغدى او بياكل يعني في المكان، السيرفيس اللي بيتم له من الستاف عامله ازاي. وفي الاخر خالص الجست بيشوف اماكن كتير، فانت طبيعي لازم تبقى مميز عشان تعرف تستمر، وعشان تعرف يبقى الجست يجي لك تاني. أنا أحب أجي عندكم الصراحة عشان الجودة. إيه أصعب مشكلة حصلت لك وأنت بتشتغل في المطاعم؟ هو احنا بقالنا فتره طويله، فطبيعي ان في مشاكل كتير بتحصل زي اي شغل. لكن اصعب مشكله اعتقد كانت الكورونا، كانت فتره صعبه قوي، على الناس كلها. كانت على العالم كله. فطبيعي ان انت في الفتره ديت بتبقى اختياراتك تحت ضغط جامد، وبتبقى في مشاكل كتير. طبعا الحمد لله عرفنا نعديها بعد توفيق ربنا سبحانه وتعالى، وبعد الناس اللي فعلا موظفين زي ما كنت بحكي لك في الاول، هم المكان بتاعهم. فطبعا بيبان جدا وقت الشتاء او وقت المكان دوت مين الموظفين اللي يفضلوا موجودين في المكان. وفي الاخر هو نجاح المكان مش بسببي ولا بسبب الاونر الموجودين معايا، لا، هو سبب الموظفين الموجودين في المكان، ودي حقيقه يعني. طبعا. لا أنا بحس ده فعلا في عندكم في المطعم، إن الناس كلها هي بتمتلك المطعم ده دي يعني. حقيقه. مش يعني في أماكن كتير طبعا كويسة، بس أنت بتخش بتحس إن هو يعني إيه، بيبقى بيقدم سيرفيس كويسة وكل حاجة، بس هو في الآخر هو بيأدي عمله. لكن عندكم شوية أنا بحس إن الناس هم أصحاب المكان، وهم اللي بتتكلم مع مدير الفرع في حاجة، ولا بتتكلم مع الويتر هو تلاقيه هو. هو خايف على المكان، بالظبط. هو مش موظف في المكان. احنا الحمد لله من اول يوم زرعنا فيهم دايما فكره ان احنا لو كبرنا احنا كنا بنكبر مع بعض، فهو كله عايز يكبر. أنا في ناس أعرفها من عندكم من 2018 يعني، بشوفهم من وهم كانوا اللي هو الويتر العادي في المكان، لحد ما بقى مدير فرع. فأنا تابعت ناس في الفترة دي، وكنت فعلا من أول يوم أنا شايف إن ده حد هو مميز عن أي مطعم تاني. يعني هو الشخص ده من الأشخاص المميزين في مجال المطاعم عامة، لأن هو بيقدم لك سيرفيس بحب كده وبقلب، مش فكرة إن أنت تطلب إيه طب هو موجود وخلاص، لأ. بالظبط. فعلا ده حاصل عندكم يعني. إيه اللي ممكن يبقى حاجة صعبة في إدارة المطاعم يعني؟ اللي هو أنا بفكر أفتح مطعم وخلاص، عرفت أنا هعمل منيو إيه وهحط ايتمز إيه واللوكيشن إيه الأصعب حاجة هتواجهني؟ هو انت من اول ما هتبدا دايما في اول حاجه جديده طبيعي ان كل حاجه بتجيلك بتبقى صعبه. تمام. اعتقد ان الاداره الناجحه دايما في اي مكان ان انت بتعرف تختار القرار المناسب في الوقت المناسب، لانك انت ممكن يبقى القرار مناسب بس هو مش وقته، وفي نفس الوقت انت بتشوف تبعات القرار دي عامله ازاي، لان في الاخر انت بتدي قرار دايما سواء في الاداره، فانت بيبقى معاك موظفين كتير، فانت في الغالب في ناس بتنبسط من القرار، ناس بتتضايق من القرار. لازم تبقى متوقع ردود فعل الناس اللي هتتضايق من القرار، وعامل بلان A وبي وسي لأي موقف ممكن يحصل معاك. أعتقد دي اللي بتخلي دايما إدارة أي مكان ناجحة في كده يعني. انت تقدر تقول مثلا ان اصعب حاجه في المطاعم هي الاداره بتاعتها ذات نفسها، ان انت تدير مثلا أكيد. الماتيريال اللي هتيجي امتى أكيد والشيفات أكيد هتشتغل امتى الإدارة والكلام هي ده. أساس كل حاجة. اه. الإدارة هي أساس كل حاجة، اللي هي مش أنا، يعني الإدارة دي، هو الحمد لله إحنا يعني أنا كان هدفي من الأول خالص إن أنا يبقى عندي الإدارة، أنا بره الموضوع. هم نفسهم زي ما كنت بحكي لك في الأول، هم الموظفين نفسهم اللي بيديروا، هم فهموا الموضوع إزاي، هم بيطبقوا الكلام ده على نفسهم قبل ما يطبقوه على حد تاني، ودي أهم حاجة. انا عارف ان اداره المطعم هي حاجه متشعبه جدا، طبعا. لان انت عندك سنترال كيتشن خاصه ما شاء الله، لما يبقى عندك فروع كتير وعايز أكيد. تحافظ على نفس الكواليتي ونفس الطعم ونفس المنيو في كل حته، فده شويه صعب يعني. المنيو بتاعت ستيريو شيقه جدا، واحد كل مره بيقعد يقلب فيها، يخش من الباستا اللي مش عارف للبيتزا للستيك للايه،
في الاخر بطلب نفس اللي انا بطلبه. ده بيحصل مع ناس كتير. انت بقى بتطلب ايه؟ انا بطلب ايه في الفتره دي؟ بطلب دايت شويه، ممكن اطلب مثلا فيليه دايت جريلد. ايه ده؟ انت اللي متخني اساسا يعني، ستيريو هو أه اللي متخني يعني. انت بتعمل دايت ليه كده؟ بعمل دايت والله. تطلب ايه، سلطه؟ لا، ممكن اخد جامبو ستيك مع سلطه مثلا، او فيليه جريلد، فري جريلد شيكن مع سلطه. برافو عليك. يعني انتوا بتقعدوا تتخنوا في الناس. انا عندي آه. مشكله، انا بحب الاكل، انا من الناس اللي بحب الاكل، فلما باكل بتخن، فبحاول على قد ما اقدر شويه، هتلاقيني بوظته يعني مش يعني يا ريت بسرعه. على طول بكره. لا انتوا عندكم كمان مشكله في الحلو. يعني انت عندك اللي هو الكريب، الشوكليت ده ومش عارف ايه والحاجات اللي بتقرمش جوه وبتاع. يعني الواحد بيبقى يعني في موقف محرج. احنا بنحب الحلويات، احنا من كتر ما بحب ايتمز بحب يعني ايتمات الحلويات، احنا عملنا مصنع لينا خاص، لان كنت بواجه مشاكل شويه مع الموردين في ان الحاجات ما بيجيش ستيبل، ما بيجيش ريتش زي ما احنا عايزينها. فعملنا مصنع خاص لينا للحلويات، بحيث يبقى الموضوع طالع لينا احنا مظبوط بتاعنا احنا بس. طب انت امتى فكرتوا تعملوا كده؟ فكرنا بعد كام نعمل. سنه مثلا، او لما وصل حجم البيزنس لقد ايه لا فكرت لما تعمل؟ لا لما بقينا 4 فروع او 5 فروع. انا عارف ان انتوا بتطلعوا حاجات حلوه يعني. الحمد لله. طب انتوا بتشتغلوا بي تو بي بره بره ستيريو؟ يعني هل الايتمز اللي في ستيريو في حد لا انتوا توزعوها لا لا للسوق؟ لا، انتوا بس ليكوا هو انتوا؟ ها؟ شغل خاص لينا احنا بس. والايس كريم انتوا اللي بتنتجوه برضو؟ في حاجات بننتجها وفي حاجات بنجيبها من موردين. طيب المصنع بتاعكم بينتج ايه يعني؟ كل الحلويات اللي موجوده عندنا في المنيو بينتجها، تشيز كيك، الشوكليت كيك، البروفيت رول، الايس كريم برضو، البيستاشيو، اللوتس، يعني في حاجات كتير بننتجها هناك في مصر. طبعا ده انتوا السبب. يا جماعه انا بقول للناس اللي بتعمل دايت ابعدوا عن الستيريو، او يعني لو روح ستيريو كلوا سلطه او خدوا السايد. يعني انت بتاكل جامبو ستيك، الجامبو ستيك بتاعك اللي انت بتاخده بسلطه، انا باخده بقى بلحمه وباسمه ايه ده، سوري، بينا برز وايت ومش عارف ولا ايه بينا وبتاع. وايت مثلا. فبيتخن في الاخر. بس يبقى حلو. والله يعني يعني انا بحب بص، انا بحب الاكل، انا عندي مشكله في كده، هي القصه بس ان انا بحاول كل فتره في الصيف يعني، بحاول ان انا اعمل شويه دايت وبعد كده برجع اكل، طبعا ببوظ الدنيا. بعمل وانا دايت في شاره الشتاء للحلويات الحمد لله. جدا، انا مش من الناس اللي بتموع من الحلويات، يعني ممكن اكل حلويات كتير من غير ما اموع، فعشان كده لازم اوقف. ده هو المرحله كمان الصعبه عندكم، اللي هي المرحله بتاعت التستنج، ان انت بتكون بتفتح فرع جديد، فبتعملوا تيستنج للمطبخ والمش عارف ايه اه وبتاع. طبيعي طبعا. فدي مرحله ما ينفعش ينفع نعمل فيها دايت يعني. يعني عامل دايت في ايه؟ لا، ما لا. مرحلتش بعمل فيها دايت، مش هينفع اصلا تعمل فيها دايت. لا صعبه يعني. تلاقي الشيف طالع كل شويه باختراع، وطالع كل شويه ايوه، بكل المنيو عماله تتعمل كل مره قدامك، وانت هتعمل دايت في ايه؟ مشكله مش في التست، مشكله من التست وانت جعان، دي تبقى مشكله اكبر بقى. دايما في افتتاح المطاعم فانت بتبقى مرهق وحاجات كتير، فطبعا بتلاقي الاكل قدامك بتبقى مشكله كبيره. حاجه صعبه. هو الناس طبعا يعني الناس اللي بتحب ستيريو يقول لك يا جماعه عزموني في التيستنج. طب ما ايه رايك ما تعزم الناس في التيستنج؟ يعني احنا بنعمل الناس كده، اللي بنعمل كده طبعا. اقصد الناس اللي هي متعوده تروح تاكل في ستيريو، مش صحابك ولا حد حواليك، هو الناس من الزباين بتوع ستيريو. لما تيجي تفتح فرع جديد اعزم ناس من الزباين دي، قول لهم يا جماعه والله احنا بنعمل تيستنج فري، هتلاقي ضرب نار بره الفرع. فكره والله، ممكن نعملها فعلا ان شاء اه. الله الفرع الجاي. لا انا عارف ان انتوا عندكم افكار كمان يعني بتحاول بقدر الامكان ان انت تبسط الجست، لدرجه ان انت مثلا بتجيب ساحر في الويتنج، يعني برضو دي فكره. اصل هو في الويتنج، بص دايما الجست في الويتنج هو خلاص هو عايز يخش، يعني هو جاي في طبيعي ان هو جاي في وقت معين وعامل حسابه ان انا خلاص عايز اكل، فهو لا هو واقف زهقان، وانا مفيش حاجه في ايدي ممكن اعملها له، ومش هقدر اقول لجست خلص واقول له امشي، فاهم؟ فلازم يبقى في حاجه تسليه وحاجه تخليه يبقى قاعد. اه هو عايز يطلع برضه، يعني هو كل الكلام ده بيبقى عايز يطلع، بس لازم تعمل له حاجه تخليه يبقى حتى هو موجود حاجه شغلاه يعني. ده بس هي اكيد بتفرق مع الناس ان هي تبقى بدل ما هو قاعد وخلاص قاعد مستني وخلاص قاعد، بتلاقي حاجه يعني هو كمان حليم اللي انتوا بتجيبوه ده راجل لطيف ظريف وجميل هو. يعني. ما هو ده نوع برضه من انواع احترام الجست، هي دي طبعا اهم حاجه طبعا. يعني. انا يعني لو احنا من اول ما اتكلمنا وانا بركز معاك في القصه دي، هي فعلا لازم تحترم الجست، واي حد فاتح مطعم لازم يحترم الجست، لازم لان هو هيحس بالكلام دوت، والجست نفسه هيعرف كده، فانت لازم تحترمه علشان هو يجي لك تاني. في مفاجآت في ستيريو الفتره الجايه ولا لا؟ ان شاء الله. ايه هتبقى حاجه في المنيو يعني ولا اماكن جديده؟ الاثنين ان شاء الله. ايه هي إيه تبقى الرخامه مفاجآت دي بقى، يعني؟ هي ايه هتبقى الرخامه مفاجآت دي؟ فخليها مفاجآت. هي فعلا ان شاء الله الاثنين فعلا مفاجآت في المنيو باذن الرحمن، هننزل اقدمات ان شاء الله تعجب الجست كويس،
وبرضه في ان شاء الله اماكن جديده وخليها مفاجاه احسن. طيب ماشي. انا عارف ان اهل اسكندريه دايما طالبين ستيريو. احنا بص، ما فيش حد في مصر بيختلف على اسكندريه، ما فيش حد ما بيحبش اسكندريه. فان شاء الله باذن الرحمن ربنا يفتح لنا بالخير ويبقى عندنا مكان في اسكندريه، طبعا هيبقى شرف لينا كبير يعني. حتى تبقى فرحان حتى في فتره الاوبننج وفتره التوضيب والفتره اللي انت بتروح فيها، مفيش حد ما بيحبش اسكندريه. ما تفكروش تفتحوا براند تاني جنب ستيريو؟ في الفتره الحاليه ما اعتقدش. بس جت الافكار دي اصلا جت قبل كده. يعني عارف ان انا يعني لو انا مثلا محترف مطاعم، هبقى حاسس ان انا كل ما اروح مطعم ابقى عايز افتح فرع زي او مش زي، كونسبت تاني مختلف. يعني دايما احنا بنشوف الشركات اللي موجودة في السوق عنده كونسبت مثلا ايطاليان، وكونسبت سوشي، وكونسبت بلدي، واكل مصري وشعبي وبتاع. فانتوا فكرتوش تروحوا في السكة دي؟ بص، النماذج اللي شفتها قدامي هي طبعا هي نفس فكره الفرع التاني بالظبط. انت عشان تعمل حاجه زي كده لازم تكون تمكنت تماما من البراند الاولاني اللي عندك. والنماذج بصراحه اللي شفتها في مصر بشكل عام، لا بيبقى الكواليتي مختلف. يعني هو اللي بيفتح فرع، يعني بيفتح مثلا براندين مختلفين، في حد فيهم قوي والبراند التاني لسه مش كويس قوي. فاحنا ان شاء الله لو هنعمل حاجه زي كده لازم اكون واثق ان انا البراند اللي هعمله التاني لو مش اقوى من الاولاني مش هعمله. لا طبعا محتاج دراسة، يعني محتاج طبعا. ومعدات تانية وشيفات كل تانية حاجه وأفلام تانية خالص. بالظبط. يعني اللي عايز يفتح مطعم يبدأ منين؟ يبدا بالفكره الاول، ويبدا يشوف هو هيعمل ايه مختلف يخلي الناس تروح له ويحسوا باختلاف عن المطاعم التانية. طيب ده بعد دي ما البدايه، يعني البدايه اللي هو يختار الفكره، وبعد كده يختار المكان اللي هيعمل فيه الفكره دي، يبدا ينقي ستاف كويس، ويعمل تيست مره واثنين وثلاثه. ولما يبدا يقدم الحاجه لازم يكون مختلف عن اللي حواليه عشان يعرف ينجح. الماركتينج والفوديز والحاجات دي بقت حاجة مهمة قوي دلوقتي. اكيد طبعا. انتوا بتعملوا ايه في الكلام ده بعيد عن اللي احنا بنعمله؟ لا طبعا بنشتغل ماركتنج على طول على المكان. هو مفيش مكان في الدنيا مش محتاج ماركتنج. طبيعي ان انت لازم مهما انت كويس او مهما انت وصلت لمرحله كويسه فطبيعي انت محتاج الماركت طبعا. ده اساس. السوق دلوقتي بقى، يعني انا عندي نظرية كده في البيزنس عامة، ان البيزنس من 20 سنة كان الناس بتفتح، طبعا كله ارزاق عند ربنا يعني، بس الناس كانت بتفتح ويقعدوا قدام المحل والناس تبدأ تدخل. دلوقتي الموضوع بقى مختلف شوية. طبعا. دلوقتي بقى لازم تعمل كل ما بوسعك، سواء في البيزنس او في الماركتينج، ان انت توصل ده للناس. من اول الفوديز والسوشيال ميديا والمنيو بتاعتك اونلاين طبيعي. وجوجل تطور طبيعي لازم. فالموضوع ده تفتكر ده صعب ولا سهل البيزنس؟ بص، لازم مع كل فتره لازم تتطور مع الفتره دي. هو طبيعي انت لو فضلت واقف مكانك فانت خلاص كله هيسبقك. هو حالا بقى الماركت كده، فانت لازم تشتغل ماركت كده. فانت لو وقفت بس وقلت انا خلاص انا هفضل ماشي بالنظام القديم بتاعي، لا ما مش هيحصل، مش هينفع. انا عندي بس يعني اجاوب على نفسي في السؤال. يعني انا شايف ان ده سلاح ذو حدين. يعني سهل الموضوع، يعني سهل الموضوع ان انت تنجح، لكن في نفس الوقت المنافسة بقت عالية جدا. ودي حاجه كويسه بقت انت بتنافس مش بس في الديكور، ومش بس في كل حاجه. في الايتمز بتاعتك، لا انت كمان في التطوير طبعا. والتيست والماركتنج بتاعك، مش عارف مين هيجي يعمل ريفيو، الناس الريفيو بتاعها اصلا الجست عامل ازاي. والناس بقت بتحب دلوقتي تشوف الاماكن لايف، يعني تشوف الاماكن، الاكل اللي هو بيتاكل، يعني مش بس صورة حلوة. وانتوا ما شاء الله عليكم مميزين. واحنا كشركة ماركتنج عامة يعني لما انفايت حد ان هو يروح ستيريو، هو بيبقى في منتهى السعادة. ده حاجه يعني دي كويسه أوي. عارف يعني من الحاجات الغريبة او مسهلة علينا احنا الشغل. لما بنيجي انفايت حد نقول له ستيريو روح اعمل ريفيو وشوف الدنيا هناك عامله ازاي، تلاقيه اصلا عارف المكان وكان فيه 30 مره، وعارف الايتمز اللي هو هيطلبها وبيروح وهو مبسوط. وهو الحقيقه يعني المكان ما شاء الله عليه، يعني مش محتاج البروباجندا دي قوي يعني. ربنا يخليك. ربنا يفتح عليكم يا رب. ايه اكتر ريفيو ما عجبكش لما حد عمله في المطعم؟ بص، في فرق ان انا ما يعجبنيش الريفيو او اتضايق او اغير على شغلي.
هو الريفيو دايما اللي فيه حاجه انتقاد سلبي للمطعم بيبقى غصب عني، انا لازم ابص عليه ولازم اشوف الموضوع. احنا بنهتم، طبيعي اهتم باي كومنت من اي جست حتى لو مش بيجي على طول او اول مره يجربني. فلازم اهتم بالموضوع دوت، ولازم ابص المشكله اللي موجوده عندي ايه. لان انا لو بصيت ان هو عادي مش مشكله، ما هو مثلا هو اشتكى وفي غيره ما اشتكاش، يبقى انا كده ماشي غلط. من الاخر انا لو افتكرت ان انا جامد، ده لازم اعرف كويس قوي ان انا بجتهد وبسعى، وهيبقى عندي غلطات، والصح او الشطاره ان انت تحاول تتلافى الغلطات دي بعد كده، والغلطات دي هتعرفها من الجست. ايه اكتر ايتم بيطلب عندكم؟ في الصيدات البانوايت، واعتقد الجريل فلي وجريل تشيكن. وعامة الجريلد، الشعب المصري جريلد بس. انا بطلب ده اصلا. فكرة ان انت تعمل كامبين قوية للمطعم بتاعك او ايا كان الشغل يعني، الناس تبدأ تاكل عندك في المطعم وتلاقي الاكل وحش او الاكل مش حلو، ده بيموتك ده اكيد. يعني. وللاسف في ناس كتير بتقع في الموضوع ده. للاسف انت ممكن تعمل ماركتينج ويجي لك اقبال كتير وانت مش مستعد للاقبال دوت حتى لو الكواليتي عندك كويس. فده بيخليك ممكن تاخد ساعتها قرارات. لما كنت بقول لك في الاول ان القرار مهم وان الوقت بتاعه مهم، فممكن يقرر مثلا انا هقلل الخامه. طب انا عندي حاجات باقيه، طب انا ممكن اطلعها، الحاجات دي كلها هتضر. يعني هو عمل ماركت، للاسف هو عمل ماركت ده وضره في الاخر. فلازم عشان تماركت تبقى متوقع العدد اللي هيجي لك قد ايه، وعلى حجم الماركت برضو. ما انا دلوقتي مثلا زي ما حضرتك بتتكلم عملنا كامبين تمام، فالكامبين دي هتجيب لي على المدى دوت عدد معين. طب لازم اكون مستعد له من كل حاجه، ما اخرش الجست حتى. يعني ما اخرش الايتم مثلا بياخد له 40 دقيقه، ما ينفعش اطلعه في ساعه ونص، وده هيحصل ضغط. وفي اماكن كتير بتقع في حاجه زي كده. فلازم تكون كل حاجه محسوبه كويس يعني. انا بحسب المطعم من نجاحه مش من اول مره الناس تجيله، من تاني مره وتالت مره. طبعا. يعني الريوردرنج اللي هو الناس تروح تجربه مره، بالظبط. بعد كده تبدا تروح له تاني وتالت ورابع، يبدا يحس ان في ساعتها بقول ان ستيبل، في نجاح. يبدا يحس فيه ان في ستيبل، ولو في تغيير يبقى التغيير للاحسن. هو ده التطور وهو ده النجاح، بالظبط. وهي دي الاستمراريه. انتوا ما شاء الله برضو الفرع بتاع مدينتي لما فتح، احنا يعني اتفاجئنا بالعدد اللي جه من يوم الافتتاح. الحمد لله. زي ما شاء الله عليكم يعني، كنتوا عارفين تسدوا على الحمد لله. المفاجآت يعني. بس يعني ده باين قد ايه المطعم معروف حتى للناس. انا يعني اتفاجئت من العدد اللي موجود. كنت جاي على ان انا هنقعد في المطعم والدنيا فاضيه وبتاع، فلقيت نفسي ويتنج يعني. ما شاء الله عليكم يعني. تقول ايه للناس اللي قاعدين على طول على القهوه وبيقولوا احنا نعمل مشروع ما بتحركوش؟ اقول لهم فكره ان انت اصلا فكرت تفتح مشروع، فدي حاجه كويسه. هي قصه كلها ان هو في فرق اللي بيفكر على حاجه ويقعد يتكلم فيها مع حد وما يعملهاش، في فرق اللي هو بيفكر في حاجه وينفذها وتنجح. هي برضو مراحل. فكره ان هو بدا يفكر في مشروع معنى كده ان هو عايز يعمل حاجه كويسه. بس لازم يبعد عن الطاقه السلبيه من الناس، لان هو في ناس كتير جدا ممكن يقعد معاهم يتكلم معاهم عن المشروع دوت فهم يحبطوه منه. لازم يبقى واثق ان هو عنده ميزه، لان هو مفيش بني ادم ربنا خلقه ما عندوش ميزه. هي الفكره كلها انت تعرف ميزتك ايه. تمام. يعني فكره ان فلان مميز او غير مميز، لا، هي قصه كلها إن الشخص ده فهم ميزته كويس وعارف ينميها وعارف يطورها. لكن في غيره بيبص على ميزته فبيقول لا انا خلاص انا عايز ابقى زيه. فلا، هو طبيعي ان انت ربنا خلقك بميزه معينه، دور عليها واكتشفها وتحرك فيها. وطالما انت فكرت اعرف ان انت كويس، وطالما انت فكرت اعرف ان انت عايز تعمل. لان انت لو قعدت كتير وما اشتغلتش، ده هيعمل لك احباط، وهيخليك محبط من اللي حواليك كلهم. وبعدين تبدا تفكر ان المشكله مش فيك انت، مشكله في المجتمع. لا، المشكله فيك انت، بدليل ان المجتمع واحد وفي ناس بتشتغل وناس ما بتشتغلش. فكره ان انت على طول تبدا تحرك من نفسك، دي مهمه جدا. ويبعد عن مصادر الطاقه السلبيه، ودي اهم حاجه. انا عايز بس افرق هنا ما بين حاجتين. الاراء بتاعت الناس اللي حواليك، انا شايف ان دايما بيبقى عندك لازم فلتر اللي انت بتسمعه من حواليك. طبعا. يعني في ناس بتقول لك اراء بتبقى مفيده ونصايح مفيده، وفي ناس بتقول لك نصايح تودي في داهيه. ودي حقيقه. فبرضه الشطاره انا شايف ان انت يبقى عندك الفلتر اللي هو حاطط كل نصايح، مقسمها كده كل واحد ده بالظبط. موديك فين يعني. والمهم اكتر ان انت تبقى عارف امكانياتك ايه. لان انا ممكن اكون بفكر في حاجه بس انا امكانياتي ما تاهلنيش ان اعرف اعملها. فانا لو عملتها، طب انا لو عملتها هعرف استمر عليها ولا لا؟ هي دي القصه.
القصه تبقى انت عارف امكانياتك ايه، او الميزه زي ما كنا بنتكلم. لما يكون حد بيسألني على مثلا عايز افتح مشروع معين او بتاع، وقاعدين بندردش، ساعات من الدردشة بره المشروع اصلا ببقى بشوف هو ده ينفع اصلا يعمل كده ولا لا. يعني فعلا هو كل واحد عنده امكانيات معينة. انا مثلا بفتح مطعم، مش شرط لو انا عملت ستيل ينجح يعني، او اكيد مش هينجح بالظبط. بالنسبة لي انا اكيد وانا لو مش عندي هينجح. مطعم وجيت افتح مجال تاني ممكن ما انجحش، هي بالظبط. الفكره في كده. فهي كل واحد بيبقى عنده حتة بالظبط. لازم هو يدور عليها وينميها عشان يعرف يوصل. بالظبط. الناس دايما بيبقى عندهم نوع من التقليد، اللي هو شاف طارق فتح ستيريو فانا افتح مطعم، شاف جبر فاتح ماركتينج لا انا افتح ماركتينج. لا هي مش كده. زي ما بقول لك، هي لازم يعرف هو يعرف يعمل ايه. تفتكر الناس كلها عندها القدرة ان هي تبقى بيزنس اونر، ولا في ناس بيبقوا هو يشتغل وسط تيم هيأدي اكتر، واحد يبقى تيم ليدر هيأدي بالظبط اكتر؟ كده، هو في كده وفي كده. هي فكره انت بزنس اونر، فانت لازم تبقى تشتغل تحت ضغط. وفي ناس بتحب تشتغل في تيم، ده بيبقى برضو هو مميز، برضو هو مش البيزنس اونر مميز والشخص التاني مش مميز. يعني الفكره كلها ان هو انت كبزنس اونر فانت دايما في قرارات، دايما في ضغوط، دايما في حاجات. لو انت ما بتعرفش تاخد القرار وانت مضغوط، لا ما تشتغلش بزنس اونر. هو انا كمان كان عندي الاعتقاد ده. كنت شغال وظيفة، وبعدين او موظف يعني، وبعدين بقيت بيزنس اونر. كنت متخيل ان البيزنس اونر ده اللي هو ايه، اللي هو بياخد اجازه طول السنه. متدلع بقى وما اه اللي بيعملش هو حاجه بيصحى الساعه 12 الظهر وبياخد فلوس يصرفها بس. اكتشفت ان البيزنس اونر هو اكتر واحد بيشتغل، واكتر واحد مضغوط. اه اكتر واحد موجود. وحتى لو الضغط، يعني الاصعب منها ان انت تبقى مضغوط وما ينفعش تبين ضغطك وتوترك للموظفين الموجودين معاك. لانك انت، انا عن نفسي يعني لو حسيت ان انا في يوم مضغوط قوي او متوتر، انا مش هنزل. انا نزلت هضر مش هفيد، لان توترك ده هيتنقل لكل الموجودين معاك. فانت لازم مهما كانت عندك مشاكل لازم ما تبانش. حتى انا دايما بتكلم مع مع المديرين ومع الناس اللي هي تحتيها موظفين، ان انت لو متوتر ما ينفعش تنقل توترك ده للناس. انت غصب عنك هتشتغل تحت ضغط، وغصب عنك هتلاقي نفسك مضطر تريح اللي قدامك حتى لو هو يعني انت مضغوط اكتر منه. بس انت لما يجيلك بالضغط بتاعه المفروض ان انت تطلع منه الطاقه السلبيه دي، لان في الاخر الموظف اللي بيبقى موجود معاك انت اللي في ايدك بعد ربنا طبعا سبحانه وتعالى، انت تنمي عنده مهاراته وتديله المساحه وتخليه ينطلق، او انت تحبطه يعني بالكلمه. انت يعني الكلمه نفسها بتفرق معاه. انت ممكن هو داخل لك محبط فانت هتحبطه اكتر، ما هو خلاص هو مش هيأدي، وفي الاخر خالص المنظومه نفسها او الشركه نفسها كلها هتتضر. هو البيزنس اونر فعلا لو نقل ده للشركه هي مشكله كبيره كلها جدا. تبقى يعني، بالظبط. هو جاي مبسوط الشركه مبسوطه، هو جاي بالظبط. متضايق الشركه متضايقه. بالظبط. وده مش صح طبعا يعني. في رأيين عكس بعض. رأي بيقول إذا أنت هتفتح بيزنس أنت لازم تتفرج تماما وتبدأ تشتغل في البيزنس بتاعك، وده ريسك عالي، وتسيب شغلك خالص. في رأي تاني بيقول لأ، اشتغل جنب شغلك لحد لما تبقى لاقي إن البيزنس ده بدأ يجيب همه من الآخر، فسيب شغلك وابدأ ركز في البيزنس. إيه رأيك؟ انا عن تجربتي مع الرأي التاني، اللي هو انت فعلا لازم تبقى في الاخر خالص، انت في الاخر انت داخل حاجه جديده، فانت مش عارف انت تنجح فيها ولا لا، هتلاقي نفسك فيها ولا لا. فلازم، لا لازم وبرضه انت لو فضلت في حاجتين مش هتعرف تركز في الاثنين. فطبيعي انت بتاخد فتره تبدا تشوف انت موهبتك فين، انت مستك فين، انت شايف نفسك هنا ولا هنا. لما الكفه بتميل على حاجه خلاص انا لقيت نفسي في البيزنس، يبقى انا خلاص انا هبقى بزنس مان وهبدا اتحرك وهبدا اكبر وهبدا اتفرغ له. لكن لقيت نفسي انا مش عارف اشتغل تحت ضغط، مش عارف، مش لاقي نفسي فيها، فلا انا هرجع للوظيفه الاساسيه اللي انا كنت شغال فيها. لكن يسيب على طول ويشتغل، دي انا وجهه نظري ان هي ريسك عالي يعني. هو حسب بقى أنت إنسان ريسكي ولا لأ. يعني هي ما في هو في ناس، ريسك. في ناس أنا شفتها هي سابت وراحت اشتغلت، في اللي نجح وفي اللي ما نجحش، بس هي في الاخر هو أنا شايف ان الاجابه مبنيه على يعني ما فيهاش صح وغلط، هي فيها انت ريسكي وهتاخد الريسك وبتاع، ولا عايز تمشي في المضمون. بص، العمل الحر كله ريسك، لكن في فرق ما بين الريسك والتهور. انا بسيب وانا مش عارف انا هعمل ايه، في فرق كبير ما بين دي ودي، وخصوصا حاجه جديده عليك انت مش عارف تعرف تأدي فيها ولا لا. دي وجهه نظري طبعا، ممكن حد غيري حد تاني يسيبه ينجح لا بس هي كده كده خلينا نتفق برضو ان اللي هيفتح بيزنس ده لازم يبقى يعني معدي مرحله الدراسه بتاعته، ومعدي مرحله وعارف ان هو المفروض ان هو نظريا
هينجح لو مشي 1 2 3. يعني انا بتكلم على الليفل اللي هو بعد الدراسه، مش يعني مش واحد بيشتغل يعني فكر ان هو يفتح مطعم فيروح يستقيل عشان يفتح مطعم، لا. اه هو بالظبط، انا هيقعد بتكلم في يدرس كده. ويشوف المطعم ده هيفتح ايه، والمنيو بتاعته والتكاليف واسعاره والتوريدات لحد ما يلاقي خلاص الحسبة مظبوطة. فهنا القرار اذا كنت انت هتفتح المطعم تفضل شغال، ولا يعني هتسيبه وتبدأ تتفرغ له. هو بس المشكله دايما ان في دراسه الجدوى بشكل عام يعني، هي النظري حاجه والواقع حاجه. يعني في الاخر خالص في اختلاف كبير ما بينهم، مهما كنت انت بتحاول تعمل دراسه جدوى مظبوطه في كل حاجه، طبيعي ان الواقع بيفرض عليك حاجات معينه، فطبيعي انه لازم يجرب الاول. صح، مظبوط. هو ده لو انت عايز تاخد الطريق الاحوط. نعم. هي كده. بالظبط. بره موضوع المطاعم، ايه العادات؟ انا عارف ان انت عندك ايه، انسان ليك طقوس كده. اه. فايه العادات اللي انت تنصح بيها الناس، واللي انت كانت عندك وغيرتها للاحسن وشايف ان هي جايبه معاك نتيجه؟ بص يعني من الحاجات انا ما غيرتش، يعني ما اتغيرتش في عادات كتير، بس العاده اللي كانت فعلا كانت موجوده عندي والحمد لله يعني اتغيرت. فكره ان انت لما تتناقش مع حد تدافع عن وجهه نظرك باستماتة، واكتر من ان انت توصل للحل الصح. دي كانت موجوده فيا، دي حقيقه. آم، مع الوقت فهمت ان انا حتى لما بتناقش مع اي حد وفي اختلاف في وجهات النظر بفهمه اول حاجه، انا مش عايز اطلع انا صح وانت غلط، او انت غلط وانا صح. إحنا عايزين نوصل لاحسن حل. وبرضه فكره ان انت لازم دايما في الشغل او بشكل عام لازم تاخد اراء اللي حواليك وتوصل لاحسن قرار بشفافيه. ودي نقطه مهمه جدا، دي بتفرق معاك كتير. دي كانت فيا بصراحه والحمد لله اتغيرت. الحته بتاعت ان انت تناقش مع حد يعني ويبقى هو بيسمعك عشان يدافع بس، دي كانت فيا انا كمان، ده اعتراف برضه. طب ده حاجه هو كويسه. تقريبا دي لها علاقه بالسن شويه، اه يعني بالسن خلاص بالمعرفه بتمشي بقى ما اكتر اعرفش اه. يعني. يعني مش ما عجزناش قوي، بس يعني هي خلاص بقى كانت عندي اه. يعني. ايوه. ولدرجة إن أنا كان لما حد يناقشني في معتقد عندي أو رأي أو بتاع، أنا بحس إن أنا متضايق منه. ده منه ليه يعني؟ بالظبط. هو راجل بيقول لك وجهة نظر يعني. بالظبط. دلوقتي لما بتناقش مع حد صغير، يعني حاجة في العشرينات، الشباب الاندفاع بتاع العشرينات، ببدأ أتكلم معاه إن هو بس إيه، يعني قبل ما أقول لك رأيي أصلا حاول تفتح دماغك إن أنت تستقبل اللي أنا هقوله وقيمه، وبعدين رد عليا. مش زي ما احنا كنا بنعمل اللي ان هو الرد احنا. السريع وخلاص، هو قافل دماغه على حاجه معينه هو احنا ما لقيناش حد ينصحنا برضه يا طارق. يعني مش عارف ليه، يعني حاسس ان احنا دلوقتي الاجيال اللي موجوده دلوقتي بقى عندها بودكاست، عندها تقدر تتفرج على مش عارف مين على مين على مين، فيقدر يوصل لليفل من التفكير احنا ما عرفناش ما كنش عندنا المصادر دي، وما عرفناش نوصل له غير متاخر شويه يعني. لازم نبقى مقتنعين ان جيل 20 الطبيعي انه يبقى احسن من جيلنا بالتطور اللي بيحصل بكل حاجه. يعني فكره ان هو جيل يعني دايما بتبص تشوف ده بص عامل ايه عامل ايه، لا هم احنا برضو كان بيحصل معانا كده واحنا صغيرين لو تفتكر. انتوا جيل مش عارف ايه وهتطلعوا مش بتوع شغل، لو في اللي طلع مننا بتاع شغل وفي اللي طلعش بتاع شغل، الطبيعي انهم هيبقوا احسن مننا. ودي نصيحه بنصحها لهم يعني. خد اراء الكبار، تمام، وما تنبهرش بيهم. خد من كل حد ميزته، ما تخليكش ليك مثل اعلى واحد، لان هو في الاخر خالص هو الكمال مش في الانسان. ففكره ان انت تاخد كمال من حد فانت هتلاقي عنده عيوب، فما ينفعش يبقى المثل الاعلى بتاعك فيه عيوب. فانت خد منه ميزته، خد من شخص تاني الميزه بتاعته، كون نفسك. تمام. يعني حد مثلا شايفه كويس بس عنده عيوب. انا كنت بشوفها وانا صغير مع ناس مثلا بشوفهم كبار، بس بقول الراجل ده كويس كل حاجه بس عنده العيب ده، انا لو كبرت مش هعمل العيب ده. هو لازم يكون نفسه هو شخصيا، يبني شخصيته على كده، ياخد الميزه من ده ومن ده ومن ده، ويوصل لاحسن حاجه ممكن يعني يطلعها للناس، عشان بعد كده هو كمان يتاخد منه ميزه، وهكذا. بتفكروا طيب تعملوا انترنشيب عندكم في استديو وتمرنوا ناس في الصيف مثلا، شباب في إدارة المطاعم أو كده؟ حاليا لا بصراحه ما عملناش كده. هي فكره كويسه طبعا، يعني ممكن نفكر فيها، بس حاليا طبعا لسه لا ما فكرناش يعني حتى الان. تعملوا كورس استديو وإدارة المطاعم؟ يعني عايز أقول لك إن هيبقى ويتنج أكتر بس من لو الويتنج بتاع بس لو المحل ما حد شاء الله. خدها كتخصص احسن ما نعملها. يعني لو حد نفسه هو فتح مركز لكده او فتح حاجه لكده، هيبقى متخصص فيها اكتر، هيركز فيها اكتر، هيعرف يطلعها مظبوط. انا مؤمن بالتخصص الحقيقي. طبعا، يعني هو التخصص حاجة مهمة جدا.
آه، وبقى في كورسات يعني الكورسات بقت متاحة في كل حتة دلوقتي، وفي مجالات متخصصة جدا. يعني النهاردة أنا لو في كورس لإدارة المطاعم، لو عملت سيرش أونلاين هتلاقيه على اليوتيوب ببلاش. فده اللي أنا بتكلم فيه، إن هم الشباب العشرينات بقى عندهم فرصة أحسن إن هم يتعلموا ويفهموا، سواء من الناس اللي مجربين، زي مثلا احنا قاعدين بنتكلم مع حد في مجال المطاعم، او الحته العلميه بتاعت مثلا عشان تفتح مطعم واحد اتنين تلاته اربعه، ده موجود على اليوتيوب وموجود على كورسات وفي منصات كتير جدا تقدر تعرف منها الكلام ده. بالظبط. فهي فرصتهم انا بشوف ان هي احسن. ومش عارف ليه حاسس ان في ناس كتير منهم هم لا مش شايفين ده. احنا عندنا ناس كتير جدا في كليات بيدرسوا وبيجوا في فتره بتاعتهم بيشتغلوا، وفي اللي بيكمل معانا وقت الدراسه. وده بصراحه شباب يخليك انت نفسك لازم تحترمه. هو راجل بيشتغل وبيدرس، فهو ده مثال للشاب بصراحه يعني. انا كنت اقصد ايه، كنت اقصد ان هو احنا ما كانش عندنا المساحه ان احنا نتعلم كده بسهوله. اه، ما كانش هم عندهم ده، بالظبط اه. فهو مش شايف الميزه في الحته دي، ان اه، انت تقدر تتعلم بسهوله. انت ممكن تبقى قاعد على كافيه وبتتعلم عادي. بص، اللي عايز يتعلم هيتعلم بالظبط. في اي حاجه. كان زمان اصعب شويه، أنا شايف ان دلوقتي اسهل. دلوقتي اسهل طبعا. طبعا في كل المجالات. دلوقتي كل حاجه اسهل بشكل عام يعني. بعدين احكي لك على حاجه برضو كده مننا. زمان كنت لما الاقي حد قاعد في كافيه باللابتوب وبيجي له فلوس كنت استغرب، يعني بيشتغل ايه يعني؟ ايوه، بتبص له اللي هو مع ان هو بيتعب، هو بيشتغل بيعمل ايه؟ حاجه يعني، هو في الاخر هو بيعمل حاجه ياخد عليها فلوس فعلا. اه لان الناس بتبص على الظاهر بس، ما بتبصش ان هو لا، في حاجات خلفيات كتير جدا ورا المنظر اللي انت شايفه دوت. انت مش شايفه، وفي نفس الوقت هو متعب ومرهق. ما ينفعش اقول لحد هو بيكسب وخلاص. لا، اكيد هو المكسب اللي بيكسبه دوت او الوظيفه بتاعته فيها مشاكلها كتير، ده طبيعي، دي قاعده. بالظبط، ما كانش لعيبه الكوره تتعب يعني. اه. طيب، كلمه تقولها نفسك الناس كلها تسمعها وتدخل كل بيت. يا ريت لو كل واحد فينا عرف يوصل لمرحله الرضا، ان انت تبقى راضي، راضي بحالك، راضي بوظيفتك، راضي بكل حاجة موجودة عندك. دي هتريحك وهتريح كل اللي حواليك. تخيل الناس كلها بقت راضية، الموضوع هيختلف كتير. بس هو الرضا ما بيجيش عشان تبقى عايز تبقى راضي. هو الرضا بيجي، هو في الآخر خالص هو بيجي من عند ربنا. يعني مش تنفع تجيبه. فأنت لازم تدعي ربنا عشان هو يجيلك. وعشان تدعي ربنا فأنت لازم تقرب منه. عشان تقرب منه فهو هيبص لك، فهيشوفك الأول هيستجيب لك ولا لأ. فعشان يستجيب لك لازم يكون قلبك نظيف. وهي دي القصة كلها. فأنت عشان يبقى قلبك نظيف لازم بص، دايما انا مقتنع ان الخشوع مع الله سبحانه وتعالى بينظف القلب. فلازم تبقى خاشع لله بجد. لازم لما حد يقول لك انت اخبارك ايه تقول له الحمد لله بجد. معظم الناس ممكن تقول لك الحمد لله وهو من جوه مش حاسسها. وان الناس تقول اللي جواها بجد. يعني ما يبقاش جواه حاجه ويقول حاجه تانية. يقول اللي هو حاسس بيه. لو بنصح حد بنصح باللي جوايا، باللي فيا. لما اتكلم يعني مثلا يا محمد، ما اقدرش اقول لك ما تقدرش تقول لي مثلا انت مثلا بتشرب قهوه. ما ينفعش تحكي لي قهوه حلوه او وحشه غير ما تبقى انت شربتها قبل كده. هي دي القصه، ان الناس لما تتكلم دايما في حاجه او عايزه توصل للناس حاجه، يبقى حاسين في الاخر خالص هم بالموضوع دوت يعرفوا يطلعوه كويس قوي. بس فهي الرضا دي لو وصلنا كلنا كشعب لحاجه زي كده تفرق معانا كتير قوي. دايما انا بقول السعاده في الرضا. عارف طبعا. الاسئله اللي هي والرضا صعب مش سهل، ومش بيجي ان انت عايز رضا فهتجيب رضا. الرضا بيجي من عند ربنا. دايما يقول لك السعاده فين، انا بشوفها في الرضا. ودي حقيقه. 100%، يعني ما للاسف بيطلع عنديش كوميكس. اي اختلاف في للاسف كده يعني. بتطلع كوميكس تقلص لك على الكلام ده. دي حقيقه. هو في الاخر خالص هو العز من عند الله، هو مش من اي حاجه تانية. هو في الاخر خالص انت لو بتخشع لربنا سبحانه وتعالى بجد، مش بالمنظر يعني لو خدنا الدين الصح، لا انت في كل حاجه هتبقى بالنسبه لك بسيطه. كل حاجه هتبقى بالنسبه لك سهله. اي مشكله هتعتبرها ابتلاء مش عقاب. فاهم؟ فهي قصه في القلب اكتر يعني. هي الحمد والرضا والسعي. طبعا. هي لازم، هي كلها مرتبطه ببعض. هو ما ينفعش يعني ينفع تحمد ربنا وترضى وما بتسعاش؟ طب ما هو ربنا هيرزقك ليه؟ اصل الله عدل. ما ينفعش. لا، هو هيرزق اللي ما بيعودوش اصلا عشان هو اشتغل. فاهم؟ لكن انت هتقعد تقول كده خلاص مش هشتغل، لا ما ينفعش. هي كلها مراحل. لكن لما تعمل كده وانت تحت نظره يعني، لا هتفرق معاك كتير. انت محتاج كده. انت مش محتاج كده عشان خاطر ان انت تكسب فلوس. انت محتاج كده عشان انت نفسك تبقى مستريح.
لان الراحه مش باي حاجه غير هي بتيجي بقى، هي هبه من عند ربنا ان الله يديك الراحه يعني. كلام ممتاز وكلام سليم. ربنا يخليك. نقول للناس على الهدية اللي انت محضرها. اتفضل. هدية الحلقة فيها 20 فاوتشر تدمين من ستيريو، كل فاوتشر بلس 1 تروح تتغدى او تتعشى فور فري تماما. كل اللي عليك تدخل على اليوتيوب تشوف احنا قلنا كلمة ستيريو كام مرة بعد المرة اللي انا قلتها دي، تبعت لنا دايركت مسج على فيجي توكس او على ستيريو. شروط المسابقة مكتوبة تحت، في 10 هيكسبوا من فيجي توكس و10 هيكسبوا من ستيريو، والحلو عندهم تحفة. أشكرك يا طارق على وجودك، يعني أضفت لنا معلومات قيمة جدا في مجال المطاعم، وإن شاء الله دايما بالتوفيق والنجاح. انا اللي بشكرك والله يا جبر فعلا، وفرحان ان انا موجود معاك، وعارف ان انت من الاشخاص اللي هتقدم محتوى محترم، واتمنى نكون فدنا الناس، وعلى الاقل لو ما فدناهمش ما بقاش ضرناهم يعني. فان شاء الله نكون فدناهم. وفعلا انت من الاشخاص يعني اللي فعلا انا متاكد ان احنا عارفين بعض من زمان، فانا متاكد فعلا ان انت شخص هتقدم حاجه محترمه تفيد الشباب الصغير، تفيد الشباب اللي عايز يفتح مطعم. شكرا ليك. شكرا ليك يا طارق ونورتنا.